السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. وطبعا قبل ما الصيف بينتهي بنكثف المعلومات اللي عن القرى السياحية ونظام الغرف في الاستوديو في قرية إليت بيتش في القوات المسلحة. فحبيت ان انا اخلي الحلقة بسيطة وقليلة عشان تقدر ان ما نملش من التطويل الحلقات. طبعا زي ما عرضت لحضراتكم قبل كده ان في قرية إليت بيتش اللي هي الفيروز سابقا، دي قرية في العين السخنة، وده من بره طبعا الاكوا بارك وحمام السباحه وقلنا البحر. كل ده في القريه، وهي قلنا زي ما اتغير في الفيديو اللي فات عن القريه من عموما يعني. فالنهارده في الحلقه دي هصور الاستوديو غير الشاليه. الاستوديو ده نظام يعني زي غرفه فيها حمام، اللي هو زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كده زي حمام الشاليه بالظبط. تمام، بس هوريكم ايه الفرق بينه وبين الشاليه، وهوريكم ايه الفرق برضو بينه وبين الغرف الفندقيه في حلقه تانية ان شاء الله. هنزل الغرف الفندقيه دي. الاستوديو فيه تلاجة اللي هي الصغيره دي، وفي مايكروويف وادوات مطبخ وكاتل، لكن ما فيهوش بوتاجاز. لكن الشاليه كان فيه بوتاجاز، لكن فيه ادوات المطبخ العاديه اللي هي الاطباق والكوبايات والمعالق، يعني الادوات الضروريه للمطبخ. تمام، ده بالنسبه لي الاستوديو بالنسبه للمطبخ والحمام زي ما عرضت على حضراتكم في الصوره. تمام، الشوك والمعالق والحاجات الاساسيه بتاعت المطبخ ده في الاستوديو غير الشاليه. واقول لكم ايه الفرق بينه وبين الشاليه. طبعا في التسريحه والشاشه وساعه ومكيف وترابيزه. وهنا بس هي دي الغرفه كده، فيها اللي هو السرير الكبير مع دولاب. ده نظام الاستوديو كده بياخد المفروض زوج وزوجة وطفلين. دي البلكونة اللي هي خارجة على حمام السباحة والبحر زي ما انتم شايفين كده، وفيها ترابيزة واربع كراسي، ومطلع على حمام السباحة على طول. وزي هو الميزة في القرية دي ان كل شاليه او استوديو او غرفة كل الفيو على البحر وحمام السباحة كلها، لان هي قرية صغيرة. بس الحقيقة دي ميزة فيها مش عيب، ان هي جامعة كل حاجة. وطبعا الاستوديو ده مكيف تماما، وتكييفه حلو ونظافة. وزي ما انتم شايفين الفرق بينه وبين الشاليه اللي انا عرضته في الحلقة اللي فاتت، لو تشوفوه على القناة، وهسيب لكم الرابط بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي هي حلقة القرية من بره والاستوديو كله، لان انا قسمت القرية على حلقات منفصلة. فانا الحلقة دي عن الاستوديو، وان شاء الله اللي جاي هوريكم الفرق بين الغرف الفندقية والفرق بينها وبين الاستوديو، وهصورها لكم برضو في الحلقة القادمة ان شاء الله. ده نظام الاستوديو لو انت جاي معكش اسرة كبيرة ولا حاجة. التلاجة صغيرة على قد اللي انت حاجة اللي انت عايزها. ده كان نظام الاستوديو في قرية إيليت بيتش اللي هي الفيروز سابقا. واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وارد عليكم، وانتظروني ان شاء الله الحلقة الجاية مع الغرف الفندقية والفرق بينها وبين الاستوديو. وان الحلقة اللي فاتت كانت عن اللي ما شافهاش عن القرية بمجملها من بره وحمام السباحة والبحر والشاليه. وقبل ما انهي الحلقة حبيت اقول لكم ان نظام بقى الاكل ان نظام المطعم زي ما انتم شايفينه كده، المطعم اسعاره فوق الممتازه وزيها زي بره، ما فيهاش اسعار سياحيه ولا حاجه. دي بالنسبه لو انت هتجيب الاكل من المطعم. لكن لو انت معاك اكل وجايبه معاك ني زي فراخ زي كفته زي اي حاجه، بتديها للمطعم، او الرز زي ما انت جايبها ومشتريها تديها للمطعم وبيعملها لك، وبياخد عليها حاجه اسمها مصاريف التشغيل عشان ست البيت ما تتعبش. دي ميزه القريه. ده كان يا رب نكون وصلنا المعلومة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.